والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة ومعروف النقالات والكتابات. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هما كما ذكرنا إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره. أقول أن هذه الرأي والظرف والتعديل وهو في العصر الحاضر وبحق وأخونا الدكتور الربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، فالعلم معه. والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. أحد الإخوة يا شيخ نقل لنا فتوى عنكم يا شيخ أنكم تقولون أن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مرجئ وكذاب، فهل هذا صحيح عنكم؟ يجيب كلامي اللي أنا داير بصوتي ولا خطي؟ يعني أنتم لم تقولون هذا يا شيخ؟ إذا جاب كلامي أو خطي يمكن يعجز يخسر.